وصلني رسالة من يومين، واحدة بتقولي حماتي بتتريق على منظر ايدي، وللاسف هي ما عندهاش امكانيات علشان خاطر ان هي تشتري حاجه جاهزه. فقررت اول حاجه هقولك على ابسط واتفه طريقه تقدري تعملي بيها بديكير لايدك في البيت. اول حاجه هتجيبي ميه سخنه وتحطي فيها شويه ملح وتحطي عصره ليمونه. يعني بصي لو انت مش هتقدري تجيبي ليمون ما عندكيش، ما فيش مشكله، وبحط قشر الليمونه في الميه. عندك زيت زيتون ممكن تضيفي، ما عندكيش مش مشكله خالص. وانقع ايدي فيها لحد ما تبوش، ونص الليمونه اللي انا حطيتها في الميه بطلعها وبدعك بيها ايدي وبدعك بيها ضفري. اهم خطوه علشان تشيلي الجلد الميت وتفتحي وتنعمي ايدك هنعمل خطوه السكراب. دلوقتي هنحط السكر وعليه عصره نص ليمونه، ده القوام اللي انا عايزاه، وهتدلكي ايدك الاتنين لمده ربع ساعه. وخلي بالك انت لو عايزه تضيفي كمان بعد كده ماسك نشا وبياض بيض ووهمي للتفتيح تحفه جدا، بس انا بحاول ان انا اختصر لها لان هي ما عندهاش امكانيات ان هي تعمل حاجات كتيره. بصوا بقى، شايفين المنظر، شايفين النتيجه، نعومه وتفتيح. خلي بالكم من الحركه دي. بصوا مرضتش ان انا امسح ايدي وحطيت مرطب على طول على ايدي وهي مبلوله، لان مهم قوي الترطيب ان وشك كده او ايدك تكون منديه. وعندها مشكله ان العقل بتاعت ايديها سمره، فهي الحل حاجتين، ان هي الترطيب يوميا ودي عن تجربه شخصيه، وتاني حاجه اي مره تيجي تستخدمي فيها الليمون دلكي بيها العقل بتاعتك.